فكري ولا تحتاري، لو ما عندكيش قدرة النهارده هندمس الفول في الحلة عادي جدا جدا. حاجة كده ما شاء الله والله اكبر، تفتح النفس بصراحة. ما يحلى سحور رمضان كده من غير شوية الفول، خصوصا بقى لو مستويين جدا زي ما انتوا شايفين ولونهم كده ما شاء الله كهرمان. بصوا الجمال والحلاوة، جبت لكم الفول بتاع العربية في البيت، لا واحلى من العربية كمان. كل اللي انا عايزاه منك تتحمسي معايا وتكملي الفيديو للاخر، ولايك وشير لو الفيديو عجبك، طبعا فضل وليس امر. وكل بقى على الفيديو بتاعنا السهل السريع الاقتصادي، حاجه كده ما شاء الله. شايفين جمال الفول يا جماعه ما شاء الله، اللهم بارك كده، خطيره قد ايه مستويه، حتى القشر بتاعها ما شاء الله مستوي. يلا يا جماعه نسمي بالله. اول حاجه الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين، النهارده انا هشتغل بنص كيلو من الفول. اهم حاجه وانت بتشتري الفول تجيبي الحبايه الفاتحه الكبيره زي ما انتم شايفين. طبعا عند العطار بيبقى فيه كذا نوع من الفول، انا اخترت الحبايه الفاتحه الكبيره كده عشان يبقى معاكي فاتح. تغسليه كويس جدا جدا زي ما انت شايفه يا ست البنات، تدلق الميه مره واتنين وتلاته واربعه. وبعد كده تركايه هتخليه معاكي يستوي في ساعتين بس، مش طول النهار ولا 5 ساعات ولا حاجه. بعد ما تغسليه كويس قوي قوي تنقعيه بميه كده لغايه مثلا تملي الحله كده لغايه الاخر، وتنقعيه من مثلا من الصبح بالليل او من بالليل للصبح زي ما انت شايفه كده. تمام كده اتنقع يا جماعه ما شاء الله اكتر من 12 ساعه. بعد كده هنجيب اضافاتنا اللي احنا هنضيفها بقى، معلقه بابريكا ومعلقه كركم وليمونه بقشرها، وده مهمه جدا ما تعصرهاش وترمي القشر. ومعايا كوبايه من العدس الاصفر عادي جدا زي ما انتم شايفين، كل حاجه مغسوله ومتنشفه كويس جدا. بعد كده يا جماعه ما ينفعش انزل عليه بميه من الحنفيه واحطه على النار، لا طبعا لازم تجيبي ميه مغليه من الكاتل كده، او تحطي حله ميه على النار كده تغلي معاكي وتزوديه على طول. وبعد كده هرفعه على النار ما شاء الله اللهم بارك ساعتين بالظبط، وكان مستوي معايا. لازم تنقعيه فوق ال 12 ساعه، كل ما تنقعي الفول بتاعك هيطلع خطير. بصوا يا جماعه الجمال والحلاوه اللهم بارك. يقعد نص ساعه على نار عاليه، وبعد كده هدي عليه النار شمعيه كده ساعتين ونص بجد. وكان معايا الزبده زي ما انتم شايفين اللهم بارك. وعايزه اقول لك كمان زودي الميه كويس جدا جدا في الاول، مش هتحتاجي ان انت تزودي له ميه ولا تحتاجي اي حاجه، هيطلع معاكي بصوا قلبه ابيض زي البفته كده، والقشره كمان بتاعته مش ناشفه ولا اي حاجه. تعالوا شوفوا على الطبيعه، حاجه ما شاء الله. اللون ذهبي، الطعم حكايه، الريحه بقى مش قادره اقول لك، وما بيني وما بينك التجربه ان شاء الله. بس يا جماعه كده اشوفكم على خير، وطبعا لو الفيديو عجبك الوصفه عندك عشان رمضان.